أغرب موقف وأجمل موقف يمر علي في أفريقيا دخول هذا الرجل للإسلام. أنا كنت في دولة رواندا الأفريقية قبل تقريبا 3 أيام، كنت رايح على المطار وراجع للسعودية، فنزلت على مسجد بصلي فيه المغرب والعشاء، فلقيت الله يكرمكم كانت دورة المياه شو معدومة، فقلت بصلي في كفي يكون نظيف وآخذ فنجان قهوة وأمشي على المطار. وصلنا للكفي سمعنا الرجال هذا جالس يسمع أناشيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي، فسلمنا عليه نحسب إنه مسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رد السلام، فسألناه قلنا أنت مسلم؟ قال لا. شوف قدر الله كيف اللي جابنا له. سألناه تعرف النشيد هذا يتكلم عن ايش؟ قال اعرف. قلنا تعرف الاسلام؟ قال اعرف الاسلام وقريت عن الاسلام وقريت عن المسلمين. قلنا طيب ليش ما تسلم؟ قال يعني انا اتوقع انه خلال سنة سنتين ان شاء الله اني بدخل الاسلام. قلنا طيب ليش ما تدخل الاسلام الان؟ قال اقدر اخش الان؟ قلنا لا تقدر تدخل، نقاش 5 دقائق او 10 دقائق ونطق الشهادة ودخل الاسلام. شوف قدر الله عز وجل اللي ساقنا من المسجد الين هذا الكفي عشان الرجل هذا يدخل الاسلام. وبشركم اليوم اتواصل مع الشباب في افريقيا، يقول لي اسامه ان شاء الله ان في امل كل عائلته يدخلون الاسلام، ابوهم واخوانه كلهم، يا